السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخي. بما ان اليومين دول اجازه، ما تيجوا نعزم اولادنا على اكل حلوه كده. بس مش هنعزمهم بره في المطعم، هنعزمهم في البيت على اكل المطاعم بطريقه سهله وبسيطه، وحاجات بسيطه جدا وهنفرح بيها اولادنا. والحاجات دي على طول كل ما بنخرج بنجيبها، سواء رحنا النادي، سواء جبناها دليفري اي مطعم بره، بناكل الحاجات دي. فما نعملها في البيت، هنعملها بنص الثمن وبجودة عالية وطعم ممتاز وتحفة، وإن شاء الله الكمية هتكفي الكل وهتكفي عدد كبير من أفراد الأسرة. هنعمل النهاردة بيتزا بالفراخ. شوفوا الفيديو للآخر، أنا عايزاكم تشوفوا الفيديو للآخر، لأن وصفة الفراخ أو وصفة البيتزا دي بجد بجد خطير. العجينة بسيطة جدا وسهلة وناجحة. تاني حاجة التوبينج بجد بجد، الخلطة بتاعت التوبينج هتعجبكم جدا، شوفوها وان شاء الله هتعجبكم وتعجب اولادكم. وهنعمل لها صوص سهل جدا وبسيط وطعمه خرافة. وهنعمل جنبها صينية من المكرونة بالبشاميل، بس هنعملها بالسجق برضو تحفة من اكل المطاعم، بس هنعمله في البيت. يلا بينا نبدأ. بس قبل ما نبدأ، اذا عجبكم الفيديو ان شاء الله ما تنسونيش في الاشتراك في القناة وتعليق حلو كده يفرحني، وربنا يديمكم في حياتي. ويلا بينا نبدا. انا هعمل بيتزاية حلوه. بيتزاية دي صغيره مش صغيره، هي واحده كبيره. هعملها في في صينيه مقاس 30. فهعمل لها ايه؟ هستخدم ليها كوبايتين من الدقيق. فعشان اعمل كوبايتين دي هحط لها معلقه صغيره من الخميره، ومعلقه صغيره من السكر، ونص معلقه ونص كوبايه ميه دافيه، وممكن نستخدم لبن اذا حبيتوا. تمام. هنقلب الخليط ده ونسيبه كده نركنه على جنب. نبتدي بقى نحضر المواد الجافه. زي ما قلت لكم، انا هحط كوبايتين من الدقيق بنفس الكوبايه اللي انتوا شفتوها دي. تمام. واحط عليها نص معلقه من البيكنج باودر. البيكنج باودر وظيفته هنا كان المحسن بتاع الايه، بتاع الخبز. واحط عليها رشه من الملح، واحط عليها معلقتين من الزيت، واخلطهم كويس واقلب فيهم كويس لحد ما شكلهم او قوامهم يصبح زي ايه، زي حبات الرمل. بعد كده هضيف الخميرة بالسكر بالمية واقلبهم كده بالمعلقة. وبعد كده هنشيل المعلقة ونستخدم ايدينا. احنا ممكن نستخدم العجان، بس هي مش مستاهلة عجان لان هي كمية صغيرة. تمام. هنا العجينة طبعا لسه مخدتش كفايتها من المية، فعندي تلت كوباية من المية الدافية حطيتها على العجينه، وابتدي بقى اعجن فيها كويس. هعجن شويه كده في البوله، وبعد كده هاخد العجينه وبهدلها ومرمطها على الايه، على الرخامه. تمام. ابتدي بقى اشد وجذب فيها لحد ما تديني عجينه لينه بطاطيه، ما بتتقطعش معايا لما باجي ايه، باجي افردها. زي ما انتوا شايفين بديها يمين واشد واعكس، واديها شمال واشد، وهكذا لحد ما تديني عجينه طريه ملساء ما فيهاش اي ايه، تشققات. شايفين العجينه ما شاء الله تحفه. اسيبها بقى تخمر. انا سبتها الصراحه في التلاجة، قعدت فتره عقبال ما ابتديت اشتغل في الاكل. بعد كده اول حاجه هعمل الخلطه بتاعت الطاجن المكرونه. عندي هنا سجق، والسجق عشان نقطعه سليم او يتقطع سليم وما يتفتتش مننا، نقطعه هو شبه مجمد. انا خدت هنا حوالي ربع كيلو من السجق. تمام. لان انا عامله صينيه صغيره او طاجن صغير، قطعتهم كده حلقات. والسجق زي ما احنا عارفين بيبقى كله مواد دهنيه، فهنا سخنت طاسه كويس قوي بدون اي ماده دهنيه، ونزلت بيها فيها بالايه، بالسجق. شوحته وخد لون حلو كده وريحه حلوه. نزلت عليه بمعلقه من الزبده لان لقيت المواد الدهنيه فيه قليله، وقلت احط له حته زبده تدي طعم للمكرونه. كنت مقطعه طبعا فلفل الوان وطماطم وبصل. حطيت اول حاجه البصلايه وسبتهم يتبلوا مع بعض. هنا بقى انا بعمل كله مع بعضه. بعمل هنا صوص البيتزا. جبت 2 طماطم او ثمرتين طماطم، بشرتهم بالمبشره اليدويه. ورجعت هنا للصوص او سجق المكرونه. حطيت بقى عليه الفلفل الالوان والطماطم، وابتديت املح الطاسه بتاعتي. وطبعا ما ننساش ان السجق اصلا عليه ايه، بهاراته وملحه. تمام. دي الصلصه بقى صلصه البيتزا. حطيت عليها فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، معلقه من الزعتر، معلقه صغيره من السكر،
واحط معلقه صغيره برضو من معجون الطماطم، وعليهم معلقتين من الخل الابيض. تمام. وهجيب طاسه او بوله او حله واحط فيها خليط الطماطم ده كله عشان ارفعه على النار، واضيف عليه معلقتين من الزيت واسيبهم يتسبكوا ويتقلوا على الايه، على النار. هنا ده السجق بتاع المكرونه استوى. اعمل بقى التوبينج بتاع الفراخ. عندي هنا ايه، صدر، نص صدر فرخه، يعني مش صدر كامل، صدر جزء من الايه، من الصدر. هقطعه هو مجمد كده عشان اعرف اقطعه مكعبات صغيره زي ما انتوا شايفين. كل ما بنقطع الحاجه صغيره كل ما بتدينا مساحه. تمام. يعني صدر الفراخ ده لو حطيناه سليم كده ياخد جزء صغير من الايه، من البيتزايه. لا، احنا هنقطعه مكعبات صغيره بحيث نعرف نوزعه ونلاقي البيتزا مليانه بالايه، بقطع الفراخ. هتبل بقى الفراخ كده على الني قبل ما احطها في الطاسه بملح وفلفل وبصل بودر وتوم بودر، واهم حاجه في البيتزا اللي هي الزعتر. تمام. اي صوص عندي بقى ابتدي احطه على الفراخ دي. عندي هنا كاتشب حطيت معلقتين كبار، وعندي صويا صوص حطيت معلقه او معلقتين حسب الملح، مكترش لان هنحط لان اللي فيه ملح ما نكترش. حطيت باربيكيو صوص برضو معلقتين، واحط معلقه صغيره من الايه، من المستردة. عايزين تحطوا زبادي حطوا، بس الصوصات دي هتدي طعم حلو جدا للفراخ وهتخليها جوسي وطريه، ومش هتعملوا بيتزا تاني باي طريقه للفراخ الا بالطريقه دي ان شاء الله، وانا واثقه ومتاكده. هنقلب كل الخليط ده مع بعضه كده. نبتدي بقى نسويه على الطاسه. حطيت طاسه على البوتاجاز سخنتها كويس. دي الصلصه قلت اوريها لكم الاول بعد ما اتسبكت، ما شاء الله تحفه، وريحتها وطعمها بجد بجد روعه. هنا حطيت معلقتين من الزيت على الطاسه، وهنزل بقى بالفراخ بتاعه البيتزا واوزعها كده على الطاسه عشان ما تنزلش ميه طبعا. ابتدي بقى اجهز المكرونه اللي هسلقها. عندي هنا المكرونه دي كانت بالشوفان على فكره ولقيتها عندي. قلت اوزنها الاول او اظبطها في الطاجن وهشوف هاخد كميه قد ايه قبل ما اسلقها. تمام. هنا بقى حطيت البشاميل او ظبطت البشاميل. حطيت معلقه كبيره من الزبده، حوالي معلقتين من الزبده، وعليهم معلقتين من الدقيق، وقلبتهم كويس في السمنه او في الزبده. وبعد كده نزلت باللبن تدريجيا لحد ما تقل، لحد ما اندمج كله مع بعضه. تمام. ومفيش اي تكتلات. هنا بقى حطيت معلقه كبيره من الجبنه الكريميه، ممكن نحط قشطه، كريمه لباني اللي يعجبكم، ونحط مكعب من المرقه هيديها طعم حلو، ونملح المقدار ملح وفلفل، ونسيبه يتقل مع بعض، ما يتقل كله ايه مع بعضه وكله يختلط مع بعضه. انا طبعا في الحله التانية اللي جنبها دي بسلق المكرونه. البشاميل اللي هنا كده استوى خلاص، انا مش عايزاه تقيل. جبت بايركس او الصينيه اللي هعمل فيها المكرونه، ودهنتها كويس بحته من الزبده او حته او معلقه سمنه صغيره اللي يعجبكم. والمكرونه اتسلقت وصفيتها وحطيتها في المصفى، واحط عليها نص كميه البشاميل. تمام. ابتدي بقى هنا احط برضو ابتدي بقى احط الخليط اللي هو السجق على المكرونه. انا خلطت كل المقادير مع بعضها. عايزين تعملوا المكرونه زي مكرونه بالبشاميل اللي هي باللحمه، طبقه او طبقه اللي يعجبكم. انا حبيت اخلط كل المكونات مع بعضها تدينا طعم احسن. وحطيت معلقه او كبشه كده من الجبنه الموتزاريلا، ورحت حاطه كل الخليط ده في البايركس او في الصينيه بتاعه المكرونه. نغرق الوش بتاعها ايه بالبشاميل. ابتدي اعمل فتحات كده فيه عشان البشاميل ينزل ما بين الايه، المكرونه، عشان تبقى جوسي وتبقى طريه متنشفش مننا. ابتدي بقى اغرق وش المكرونه كله بالموتزاريلا. وطبعا انا مشغله الفرن. احطها على الشبكه لحد ما ايه، ما تاخد لون حلو واوريها لكم ان شاء الله. نخش بقى على البيتزا. العجينه خمرت معايا وطلعتها من التلاجة. واحسن حاجه نعملها في البيتزا ان احنا نفردها على الايه، على دقيق السمولينا. احسن من الدقيق الابيض بكتير، واحسن من الزيت. دقيق السمولينا او دقيق البسبوسه بيديها قرمشه حلوه زي بتاعه المطاعم بالظبط. ابتدي بقى افرد هنا العجينه واخد من جوه لبره
واساوي كل العجينة تكون كلها مستوى واحد. انا هفرد العجينة على مقاس الصينية. انا عندي صينية مقاس 30 او 32. مش محتاجة نشابة خالص، العجينة ما شاء الله لينة وطايعة في ايدي، بتتفرد زي بطريقة سهلة جدا يعني. اخد بقى العجينة واحطها في الصينية وابتدي اساوي اطرافها كده واساوي شكلها. انا في حركة نسيت اعملها، ان انا اجيب شوكة واغرز العجينة عشان ما تقبش مننا، لكن هي ما حصلهاش حاجة الحمد لله. ظبطت شكل العجينة كده في الصينية. ابتدي بقى نحط الصلصة بتاعتنا بعد ما بردت. ما نستخدمش اي حاجة سخنة، سواء التوبينج او الصلصة على البيتزا. هتبوظ العجينة. لازم تبرد الحاجة كويس قوي. نحط شوية من الموتزاريلا كده، مش كتير طبعا لان احنا لسه هنحط على الوش. ابتدي بقى اوزع الحشوة. شايفين الفراخ منها متقطعة صغير، فبتتوزع بطريقة اوسع، بطريقة اكبر. كل حتة من البيتزا لما نيجي ناكلها هنلاقيها فيها هنلاقي فيها فراخ. كنت مقطعة هنا فلفل الوان، ابتديت اوزعها على وش البيتزا. ممكن زيتون، لكن انا ما كانش عندي. لو فيها ريبينو او فلفل حار ممكن نحطه. المكرونه ما شاء الله بعد ما طلعت هي زي ما انتم شايفين ما شاء الله تحفه. كنت حطيتها على صاج لان ابتدت تغلي وتوقع على ارضيه البوتاجاز، فده خفت على البوتاجاز حطيتها في صاج. هنا البيتزا لما خدت لون حلو حطيتها في الفرن، خدت لون حلو من تحت. ابتدي بقى احط الجبنه، لان ما ينفعش نحط الجبنه في الاول، لان لو حطيناها في الاول هتنشف ومش تبقى مش هنحس بطعم الجبنه خالص. تركية بسيطة كده بعملها على البيتزا بتدي طعم البيتزا اللي بنجيبها من المطاعم. رشة من زيت الزيتون او الزيت العادي ورشة من الزعتر، واحطها تحت الشواية تاخد لون وتسيح الجبنة حوالي مثلا دقيقتين او 3. مخدتش وقت ما شاء الله خرجت الاتنين تحفة. تخيلوا بقى لو هنجيبهم من بره الاتنين دول هيكلفونا قد ايه. والله مش عشان انا اللي عاملاها مش هتبقى بنفس جودة اللي بره. تمام. التوبنج اللي احنا حاطينه على البيتزا ده عمره ما هنلاقيه بره خالص بنفس الكميه دي. جربوا الوصفه دي وفرحوا اولادكم. واحنا في اجازه ما شاء الله، يعني في اجازه مدارس واجازه اصلا رسميه من الدوله. تمام. جربوا الوصفات دي، فرحوا اولادكم وفرحوا انفسكم، وان شاء الله تعجبكم. واذا عجبكم الوصفات دي ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. واتمنى ان شاء الله تجربوا البيتزا دي بالتوبنج بتاعها وبالصلصه بتاعتها، الاتنين بجد تحفه. ان شاء الله يعجبوكم، وان شاء الله تنفذوا اي حاجة منهم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.